السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل مع بعض إيه النهاردة يا ولاد؟ هنعمل قلقاس. هنقطع القلقاس ونغسله. طبعا احنا عاملين السلق بتاعه. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نقطعه بقى بالراحة كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. والسكينة كبيرة، مينفعش يتعمل بسكينة كبيرة. ونحط المية بتغلي على النار. لازم اغسله بمية بتغلي. طبعا كل الطرق الجديدة اللي احنا بنشوفها انا ما بعرفش اعمل بقى الايه القلقاس الا لما غسلته بمية بتغلي زي ما امي علمتني. مش عمرنا ما هناكله الا لو اتغسل ايه المية بتغلي. نفتح المية عقبال ما نخلص تقطيع. كده اسهل طريقة بقى. بس الصراحة القلقاس جامد على الايد. الاول نقطع وبعدين نبقى ايه نقطعه الاول وبعد كده نبقى نقصره. رجعنا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهنقطع القلقاس. احنا نضفناه خالص وقشرناه. هنقطعه بقى. كل واحد يقطعه بقى زي ما هو عايز. في ناس بتقطع القلقاس كبير وفي ناس بتقطعه صغير. كل واحد يقطع زي ما هو عايز. بس التقطيع على الرخامة أسهل من لما بنمسك الحاجة في إيدينا. ايه رأيكم في التقطيع ده؟ ولا كبيرة ولا صغيرة. أهم من التقطيع بقى الغسيل.
الغسيل هو اهم حاجة. لازم المية تبقى بتغلي. انا ما اعرفش اعمل زي اللي بيمشكوا القلقاس بالحتة ويشيلوه كده، ما اعرفش. طول عمري بغسله كده بالمية المغلية مرة واتنين، مش مرة واحدة. لازم اخليه زي البطاطس، ما تفرقهوش عن البطاطس. يعني لما الواحد يمسك له القلقاساية، حتة القلقاس كده كأنه ماسك بطاطس. في الساعة دي يبقى القلقاس بقى ايه، اتغسل ونضيف. تعرفوا ان القلقاس بقى نضيف. سهلة ولا مش سهلة؟ اهو بسهل لكم كل حاجة اهو. بنات صغيرين اللي لسه متجوزين جديد، مفيش حاجة صعبة، احنا بنسهل كل حاجة اهو. طبعا كل واحد بيعمل الطريقة اللي تعجبه برضه، احنا بنوريكم الطريقة وكل واحد يعمل اللي يعجبه.
رأيكم في التقطيع دوت؟ قطعناها على طول اهو، ما خدتش وقت. الحمد لله قطعناها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحنا دلوقتي غاليين المية، وادي القلقاس متقطع. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المية المغلية اهي، وهنسيبها بقى شوية. هنسيب المية المغلية عليه، لازم نسيبها شوية عشان الحاجات اللي فيه دي تنزل. وعقبال ما تبرد المية شوية يكون القلقاس ايه يعني، المادة اللي فيه دي اللي احنا بنغسل منها تكون نزلت، ونرجع لكم نوريكم بقى عملنا ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه رأيكم بقى؟ المية دلوقتي مولعة بصوا، بس لازم يتغسل هو المية سخنة كده، لازم الواحد يفضل يدعك فيه كده. بصوا المية، بصوا المية اللي بتنزل، بصوا المية اللي بتطلع من القلقاس. لازم المية دي تتغير مرتين عشان نضمن اللي هو بقى ايه زي البطاطس ويبقى نضف. ونصفيه بقى في المصفى عشان نحط المية التانية اللي بتغلي. لو حاطة مية بتغلي تاني. الطريقة اللي احنا اتربينا بقى عليها. نغسل القلقاس ازاي؟ شايفين شكله بقى ايه؟ بس لسه هيتغسل تاني. هفضيه اهو وهفضي المية اللي بتغلي عليه. دي بقى خلاص المية دي كفاية يعني كده، مرتين مية بتغلي. طبعا هستنى اما تهدى شوية وبعدين هغسله تاني، وبعدين بقى اغسله بقى كم مرة بقى بالمية الساقعة شوية كده وارجع لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلاص بقى كده احنا ايه، نغسل بقى القلقاس من المية السخنة بقى دي. بصوا بقى زي البطاطس ازاي، وهو لسه مش شطفش. بص سامعين؟ اهو عشان نغسله بقى بمية ساقعة. كم غسلة بقى، كم مرة نغسله بقى بمية ساقعة.
لما الزيت ده ايه تمسكوا حتة القلقاس كده تقولوا دي بطاطس. تنين بقى كده لغاية الفلة. في حالة واحدة بقى القلقاس ما بيغسلش. اللي بيتعمل ايه في الصينية بيتقطع زي البتنجان حلق، زي البتنجان كده، بيتنشف بقى بالفوطة ويتحمر في الطاسة، تحمري في سمنة في زيت بقى وانتي ومزاجك. وبعدين بيترص في الصينية ويتحط مع اللحمة الضاني. ان شاء الله مرة نعمله معاكم. دلوقتي الوقت دوت اللي القلقاس بس ما يتغسلش فيه، يعني الطريقة دي بس للايه للصينية اللي هو بيتعمل بقوطة، بيتعمل بصلصة عشان انتوا متعرفوش قوطة، بيتعمل بالصلصة. اللحمة المفرومة يتعمل زي اللحمة الضاني، بس هو أحسن طريقة ليه اللحمة الضاني. يترص زي البتنجان كده حلق 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 كده، يترص في الصينية. بس الأول ايه يتنشف بالفوطة عشان ما يبقاش فيه مزلقة ولا تخنة، يتنشف وبعدين يترص في ايه في الصينية ويتحط مع اللحمة الضاني ويسيب بالطماطم، يعني تسلق الطماطم متقلقش التانية. ادي غسيل القلقاس ده اللي بيتعمل بالسلق. طبعا احنا غسلنا السلق معاكم وعملناه، ولما نيجي نسوي القلقاس هنعمله معاكم برضو. ايه رأيكم بقى في الطريقة دي بقى؟ خليته فل اهو. الله يرحمها، يرحمها امي بقى، هي اللي علمتنا نغسل القلقاس ازاي. الله يرحمها ويسامحها، ادعولها بقى بالرحمة. الله يرحمها ويرحم امواتنا. بغسل فيه كده لما ايه بصوا بصوا بقى شكله ايه، بصوا بصوا مفيش حاجة مميزة خالص ازاي. وبعدين نسيبه لما يتصفى بقى، نشطفه شطفة كمان ونسيبه يتصفى في المصفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وده القلقاس بعد ما اتغسل خلاص كده، سايبه بقى يتصفى في المصفى، ولما يصفي المية اللي فيه
نعبي بقى. انا طبعا عامله قبل كده قلقاس، ده مش كل اللي انا هشيله ده، بس انا بوريكم الطريقه بتاعتي. اول ما يصفي الميه اللي فيها اعبيه في كيسين. وادي الكيسين اللي عملناها. انا طبعا عامله ايه قبل كده، عامله كام كيس، يعني دي كيلو ونص القلقاسات دي، اعملها كيسين يا دوب. اهو كيسين اهو. انا عامله بقى ايه كام واحده برضه قبل كده. ايه رايكم؟ ادي القلقاس قطعناه ونضفناه وغسلناه معاكم، وان شاء الله نعمله معاكم برضه، نطبخه معاكم. اقول لكم ايه، ما تنسوناش بقى يا ولاد في الشير وفي اللايكات والكومنتات الحلوة، وبرضه كده ترفعوا لنا الفيديو يا ولاد، معلش ما تشيروه كده، تشغلوا لنا الفيديو عشان ربنا يكرمنا كلنا. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بألف سلام. ادي الكيسين، احنا عاملين في الفريزر 6 أكياس زي دول. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عليه أفضل الصلاة والسلام. حبيبي يا رسول الله. أقول لكم تصبحوا على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.